5 أيام بس على مونديال وأرجنتينا ضربها زلزال. ليو باليردي برع الكأس خالص، قطع عضلي في التدريب، وسكالوني قاعد دلوقتي يدور على بديل في آخر لحظة. وبس استنى الجامد، ده تالت مونديال على التوالي. أرجنتينا بتفقد لاعب بإصابة قبل الكأس تالت مرة، ده اللي اسمه نحس متورث. وفي رسالة وصلت مع سر، بلجيم ضربت تونيجيا 5 نظيفة. تروسارد، دي كيتلار، دي بروين، لوكي باكيو، راسكين، وجيريمي دوكو اللي هنلعبه في الجروب أخذ تقييم 10 من 10. صنع هدفين، 6 مراوغات ناجحة. أنا قلديه من بدري الراجل ده بيخوف. وخليني أوجعك بحاجة تانية، الهلال بعت عرض رسمي لبي اس جي عشان أوسمان ديمبلي. الراجل ماسك بالون دور السنة دي تقريباً، والسعودية بتشتري كل اللي بيماع. أنا شخصياً مش مقتنع. الدوري السعودي بقى مقبرة مواهب، حرام عليه يمشي. والفوضى لسه مكملة. إيران هددت تروح فيفا بعد ما أمريكا رفضت تأشيرات مسؤولين منتخبها، ولاعب العراق أيمن حسين اتحجز 7 ساعات في مطار شيكاغو. مونديال يا حبيبي ولسه ما ابتداش. طب وانت اللي قاعد قدام موبايل ده، أنهي خبر فيهم واجعك أكتر؟ إصابة باليردي؟ ولا خماسية بلجيم؟ ولا لخبطة في التأشيرات؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.